تاني نقطة، مكان المذاكرة studying area. معظمنا بيذاكر في اوضته اللي هي اوضه نومه، وغالبا معظمنا بيذاكر على السرير، واحيانا بنذاكر في اوضه المعيشه او اوضه الجلوس كنوع من التغيير، وممكن نذاكر على ترابيزه السفره في بعض الاحيان. لكن للاسف ده مش صح، لان دماغنا بيربط بين الحاجات دي وبين وظائفها. انت لما بتخش اوضتك وتبص على السرير انت بتقاوم الرغبه في انك تنام. كمان وجودك على السفره بيفكرك بالاكل، كل شويه تحس انك جعان. وجودك برضو في اوضه الجلوس او اوضه المعيشه انت بتقاوم انك تجيب الريموت وتشغل التلفزيون، لان دي الحاجه المرتبطه بالمكان ده. انت ممكن تكون بتذاكر في الاماكن دي وعادي جدا بالنسبه لك، لكن اللي انت ما تعرفوش انك بتستهلك جزء كبير جدا من تركيزك في مقاومه انك تقوم تعمل سندوتش بما انك قاعد على السفره، او انك تمدد وتريح على السرير بما انك في اوضه نومك. كل ده بيستهلك من تركيزك. طب تعمل ايه؟ الحل انك تخصص مكان للمذاكرة. لو عندك الامكانية انك تخصص اوضة كاملة للمذاكرة يبقى 100، لكن اعتقد ان معظمنا ما عندوش القدرة دي، فممكن تجيب ترابيزة او ديسك خاص بالمذاكرة فقط، ما نعملش عليه حاجة خالص الا لما نيجي نذاكر. وفي تجربة عملوها برضو في طلاب الجامعة، الاوضة بتاعة سكن الطلبة ضيقة جدا، فما عندوش امكانية اصلا انه يجيب ديسك اضافي. الفكرة اللي عملوها انهم خلوا الطلاب يجيبوا لمبة مكتب ويسموها لمبة مذاكرة studying lamp. ديت بتقيدها لما تيجي تذاكر بس. يعني انا دلوقتي جاي اذاكر بطفي كل حاجة حواليا وايد اللمبة دي بس، بعد ما اخلص مذاكرة بطفي اللمبة وارجع امارس حياتي عادي. الفكرة انك بتكون حافز لدماغك علشان ساعة ما بتقيد اللمبة بتقول لدماغك انا دخلت مود المذاكرة. كمان انت بتكون عادة، ودماغنا بيحب العادات جدا. مع الوقت الموضوع بيبقى اسهل بكتير وبيبقى ممتع اكتر.